شهر رمضان. شهر رمضان افضل 30 يوم في السنه، شهر العباده والصوم والصلاه، وشهر مشهور بالكنافه والقطايف والحلويات والمسلسلات. كفر الله اعلم بقى استتابه ولا لا، دي قصه تاني. ما جاش في بالك في مره تسال نفسك ليه رمضان ومسلسلات؟ يعني ليه رمضان دايما سيزون المسلسلات؟ وليه المسلسلات ليه مثلا مش مشهور بالانمي؟ من صور السن وعارف معنى انه من قلبه روحه مصري والنيل جوا بيسري. ازاي رمضان والمسلسلات ارتبطوا ببعض؟ وايه هو اول مسلسل اتعرض في رمضان؟ خليكم معايا علشان نعرف مع بعض. يا عبد الصمد، يا عبد الصمد. بهير، في حاجة؟ أنا آسف. قبل دخول التلفزيون مصر كانت التسلية الوحيدة للمواطن اللي موجودة في بيته هي الراديو. كان دايما بيعرف منها الأخبار وبيسمع عليها القرآن، وكانت هي وسيلة اتصاله بالعالم الخارجي. لو جينا نتخيل حياة المواطن في شهر رمضان مثلا، فهو إنه يصحى الصبح يروح شغله، يرجع يقعد مع أهله وبيسمع شوية أخبار كده في الراديو، وبيسمع القرآن الكريم لحد الفطار. وفي سنة 1959 يتعرض أول مسلسل في تاريخ الوطن العربي، المسلسل الإذاعي عائلة مرزوق أفندي. عمو شريف عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. فين وائل يا نعم؟ وائل زمانه دلوقتي بيمضي قدام الموثق في الشارع العقاري. وكان المسلسل بيتعرض في رمضان وقت الفطار، وكان المواطن بيتسلى بانه يسمع المسلسل. وايوه ساعتها كان منطقي جدا انك تقول انا بسمع المسلسل. وفي سنه 1960 وفي شهر رمضان بتنزل فوازير الاذاعه، اول فوازير احنا عرفناها. فوازير كانت بتقدمها امل فهمي وساميه صادق. الذي قد كان بدايرة ملخص الأكوان بعجلة لما صورها ودورها بني إنسان بقينا والقمر جيران. وتبقى دي حاجة بتلفت نظر المواطن المصري، ويبدأ يسمعها أكتر ويتسلى أكتر، ويحاول يحل الفوازير بينه وبين أهل بيته، أو بينه وبين صحابه، بينه وبين الناس في الشغل. وده كان الترند وقتها. وفي نفس السنة واحتفالا بعيد الثامن لثورة يوليو بيتم أول بث على التلفزيون. رئيس الجمهورية يلقي بيان الافتتاح. أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة، فيها قيام الجمهورية. حبك نار مش عايزة اطفيها ولا خليها دقيقة تفوتني ما احسش بيها. دخل التلفزيون مصر وبقى في كل بيت، وبدل ما بقت فرجتك على الافلام مقتصرة على السينما واللي بتروحها من شهر للتاني، بقيت تقدر تتفرج على افلام وانت في بيتك. وفضل بقى التلفزيون يعرض حفلة هنا، لقاء هنا، فيلم هناك، لحد سنة 1962. والتاريخ ده كان مهم لانه اول مسلسل تلفزيوني في تاريخ الوطن العربي. مسلسل هارب من الايام، بطولة عبد الله غيث وتوفيق الدقن وسناء جميل. مسلسل نزل بمناسبة مرور 10 سنين على ثورة يوليو، والمسلسل ده تم عرضه في رمضان. المصريين بدل ما كانوا بيتسلوا بالراديو بقوا بيتسلوا بالمسلسل، والمسلسل كسر الدنيا. الشوارع كانت فاضية، وبدل ما كنت بتبقى مستعجل وانت مروح عشان تلحق الفطار، انت مستعجل وانت مروح عشان تلحق الفطار والمسلسل. وحرفيا ملايين من الناس وقت الفطار بيتفرجوا على المسلسل. واظن زي ما انت ممكن تكون خمنت ان دي حاجة لفتت نظر رجال الاعمال والمنتجين. انت عندك كم بني ادمين مش طبيعي، انت ضامن ان في وقت معين كلهم قاعدين قدام التلفزيون. دي حاجة عمرها ما هتحصل في اي شهر في السنة غير رمضان. فخطرت في بالهم فكرة، ليه ما نعرضش المنتج بتاعنا في الوقت ده؟ تعدي السنين والمسلسلات بتكتر والاعلانات كمان بتكتر، التلفزيون بقى الوان وبقى فيه اكتر من قناة، وما بقاش التلفزيون بيقفل، وبقت شركات الانتاج تستهدف شهر رمضان بالذات والاوقات القريبة من السحور والفطار، لان ده اكتر وقت مضمون فيه انك تجمع ناس قدام التلفزيون. لبن مبسط تلاقيه في كل مكان، لبن مبسط تشربه في البيت والشارع.
وبقى اشهر المسلسلات واهم البرامج هي اللي بتتعرض وقت الفطار، وده اكتر وقت بيبقى مكلف جدا في الاعلانات. ده هتدفعه وانت بتذيع الاعلان بتاعك وقت الفطار غير وانت بتذيعه الساعه 10 مثلا. بقت صناعه بالملايين، وكل مادة والاعلانات بتتطور لدرجه ان الاهتمام بجوده الاعلان وان الاعلان يطلع شكله حلو وتتعمل عليه اغنيه اهم من التسويق المنتج اللي انت بتبيعه. لان بعد دخول السوشيال ميديا فبقت الناس تتكلم عن الاعلانات بتاعه الشركات، فبقت دي دعايه اضافيه للشركات. جه الدور عليكم تكملوا ايامكم بايديكم. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. والاعلانات استحوذت على التلفزيون بشكل مبالغ فيه لدرجه ان هي بقت اعلانات وفي فواصل للمسلسل. علشان كده رمضان ارتبط طول عمره بالمسلسلات. وهنا بيجي في بالي سؤال، مع انتشار الاستريمنج وانتشار منصات البث الرقمي، ايه اللي هيجبر الواحد انه يقعد يتفرج على التلفزيون ويستنى المسلسل بالنص ساعه؟ ما هو ممكن يشغل المسلسل اللي هو عايزه وقت الفطار، وساعتها مش هيبقى فيه فرجه على التلفزيون ومش هيبقى فيه اعلانات. فهل ممكن ده يؤدي ان ما يبقاش رمضان موسم مسلسلات؟ حابب اعرف رايكم في الكومنتات. شهر رمضان ليه طقوس دايما احنا متعودين عليها، زي الكنافه والقطايف والبسبوسه والعرقسوس، لمه الصحاب والاهل وعزومه اول يوم، الصواريخ والزينه والمسلسلات. لكن دايما خليك فاكر انه شهر العباده، شهر بيتضاعف فيه الاجر، شهر خير من 1000 شهر، شهر الصوم والصلاه والذكر وختم القران. هنتابع المسلسلات وهنحللها، لكن الاهم انها ما تجيش ابدا على وقت عبادتنا. سلام عليكم.